السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب دايما تكونوا بخير. تحية لكل راجل ما يعرفش ينام قبل ما يقعد مع أهل بيته ويستأنس بيهم ويعرف أخبارهم. تحية لكل راجل ما بيعرفش ينام وزوجته زعلانة ودمعتها على خدها. تحية لكل راجل بيفهم زوجته من قبل ما تتكلم. تحية لكل راجل عارف إن بوكيه الورد أهم من كيلو كباب. تحية لكل راجل بيهتم يفسح زوجته ويحسسها إنه مستني الفسحة دي زيها بالظبط. تحية لكل راجل بيطبطب على زوجته ويقبل ويقبل جبينها ويذكرها بحنان بيت والدها اللي غابت عنه. تحية لكل راجل عارف ومدرك انه اتجوز انثى ست، يعني مش راجل زيه، فطبيعي تكون مختلفة عنه، طبيعي اللي يفرحها مختلف واللي يوجعها كمان مختلف. تحية لكل راجل بيعرف يقول آسف. تحية لكل راجل قادر يهتم بالتفاصيل الصغيرة ويشوفها. تحية لكل راجل بيحسس زوجته بأهميتها مهما طال سنين زواجهم. تحية لكل راجل متعاون بيساعد ويسامح على التقصير. تحية لكل راجل بيهتم بزيارة أهل زوجته من غير ما يحسسها إن ده تفضل منه وكرم ما تحلمش بيه. تحية لكل راجل عارف يخلي ولاده يحبوه كأب، مش كخزنة ولا بنك يصرف وخلاص. تحية لكل راجل بيقدر يذاكر لولاده ولو مرة في الأسبوع. تحية لكل راجل بيرد على زوجته لما تكلمه وهو بيتفرج على التلفزيون، وتحية أكبر للي بيطفي التلفزيون عشان يسمعها. تحية لكل راجل بيدي زوجته مصروف مهما كان قليل. تحية لكل راجل بيقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم وبيتقي الله في أهل بيته. الست كائن حي يعيش ويتعايش، بس لازم انت كراجل تعرف هي بتعيش على ايه قبل ما تطلب منها تعيش وتتعايش ولا ايه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.